عبارة عن فواحة، انا شامة على كده. عبارة عن ما شاء الله انا كأنها رشة كده، يعني معطر جو كده، يعني لا ما شاء الله. شايفينه بدأ يبقى يعني بدأ يتماسك يبقى شوية. طبعا هي هتقعد تخلط فيهم كده لغاية ما تخلص كل يعني تدمج الخليط كله مع بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الرسول في التعليقات ان شاء الله كده عشان البركة تعم علينا كلنا. واللي مش متابع القناة يتابعها ان شاء الله، يعمل لنا كده اشتراك في القناة، سبسكرايب ان شاء الله حبايبي، وتشاهدوا المحتوى، تشاهدوا الفيديوهات اللي عملناها اللي فاتت ان شاء الله كده، تطلعوا ان شاء الله منها باستفادة يا رب. وان شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب ان شاء الله جميعا. بتمنى لكم كل الخير والسعادة طبعا ان شاء الله. احنا ممكن يا ماما نزود الكمية لأن مكعب المسك كميته كبيرة شوية. بصوا هو بدأ الخليط، بصوا بدأ يعني بدأت بدأ يبقى كريمي، بدأت تندمج أيوة. بس المكونات. المكعب ممكن نضيف شوية تاني. تمام. انت عايزه تحطي شويه ايه؟ يعني عايزه تضيفي ايه؟ هضيف شبة وهضيف حطي زيت شبه طيب شويه، انت حاساها لأن بد المكعب المسك ضاغي عليهم شوية. تمام. انت محتاج كمية حسيتي أكبر. حسيتي المسك ان هو اكتر، فانت ضيفي كده عايزين تاني. كمية أكبر شوية. تمام، حطي على كده فرحه انت لو عايزه. عشان بس ننزل دول. تمام. ممكن نضيف معلقة كده. هي هتضيف كده معلقه، وهي ممكن تحتاج معلقه تاني صح كده. دي معلقه شبه. انتوا عارفين طبعا الشبه، عارفين انتوا. وهتحط برضو تاني ايه كمية الفوزلين. انت في ايدك تتحكمي بقى، يعني بصوا في ايدكم تتحكموا في المكونات، تعملوا النسبة يعني تعادل، يعني شوية وشوية وشوية من كل حاجة. تمام. انتوا عارفين طبعا اللي هو الشبة بنستخدمها يعني ايه من زمان، عارفينها امهاتنا واجدادنا وامهاتنا، بنستخدم الشبة دايما في الحاجات اللي هي ايه يعني اللي هي طبعا مزيل العرق وكده. دي في ناس بتستخدم الشبة لوحديها، يعني في ناس ممتازة. ممتازة جدا. ما بالكم بتفضل بقى وقت طويل يا ماما. بتفضل وقت طويل طبعا. ما بالكم بقى لما تتحط الشبة دي وهي مطحونة مع المسك ومع الفازلين ومع البادي لوشن، بيديكي ايه بقى؟ بيديكي حاجة تبقى ريحتها أجمل. ما شاء الله. انا بقول لكم انا شامه الريحه على كده بجد بجد، يعني حاجه وهمي، يعني بصراحه الريحه جميله جدا. ما بالك بقى لما تستخدميها كده، حاجه جميله. وحاجه بصوا يعني ما تكلفتش كتير قوي، هتقعد معاكي وتعيش معاكي فتره طويله. طبعا احنا جايبين هناك علبه صغيره، هاتيها كده يا فرحه وريها لنا حته دي اللي هنحط فيها طبعا المكون اللي هيطلع، هي فاضيه. طبعا احنا هنجمع المكون ده كله ونحطه هنا، وهيبقى حسب الاستخدام وحسب ايه حسب ما تيجي انت أنا عايزة تستخدمي. أخليها سائلة شوية يعني. انت حطي بقيه اللوشن وخلاص يا فرحه. كمليه كله، بس هو كله اخره كده بس. انت عايزه تخلي القوام خفيف شويه. أيوة. تمام. طبعا بصوا احنا كده مش هنحط تاني مكون تاني ولا حاجه لا. ولا، بس احنا عشان خاطر الوقت يعني هي هتدمج فيهم وتخلص خالص، ونرجع لكم تاني بعد ما يتم الدمج النهائي خالص. بص هو القوام بدأ. هو بصوا القوام عامل ايه ما شاء الله، قوام كريمي جدا. شايفين الكريمي؟ شايفين انتوا طبعا، انتوا شايفين الصورة اهو، شايفين المنظر اهو. أوفر وأفضل وبيفضل وقت أطول كمان وريحته أحلى. طبعا جربوه مش هتندموا. هي الحاجات دي كلها يعني بصوا كل ما تيجي تعمليها على ايدك الحاجات دي كلها افضل. كل ما تعملي فيه أكتر أهو. على فكرة يعني هتلاقوه موفر وهتلاقوه حلو أيوة العلبة هو لسه فاضل. جميل. بصوا احنا ما خدناش غير معلقتين بس من هنا، والفازلين جاهز زي ما هو. المسك على فكرة رخيص هو جدا. مكعب المسك بس بكام جبتيه يا فرحة؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه. رخيص جدا. والشبة دي بكام؟ الشبة دي العلبة كلها ب15 جنيه. بصوا يعني طب شوفوا انتوا عملت منيها كمية قد ايه. ده ممكن يقعد معاكوا السنة كلها واكتر كمان، وتستخدميه انتي وبناتك واولادك وكل اسرتك، يعني بالمكونات البسيطة دي وبالسعر البسيط ده. يعني ممكن على بعض كلهم يدخلوا لهم مثلا في حسبة 50 مثلا، ممكن حسبة 50 بس هيقعدوا معاك السنة كلها، واسمك عملت حاجة انت عارفة ايه اللي بتعمليه وايه اللي ما بتعملش اسمرار. لا والريحة وما بتعملش اسمرار ولا اللون اللي هو المسمر ده. ما شاء الله ما شاء الله. جربوها واكتبوا لنا كده في التعليقات ايه الاخبار وايه الناتج يعني، ولما استخدمتوها. ودعوة حلوة من القلب ان شاء الله كده. بصوا احنا هنقعد طبعا نخلط خالص كده فيها وبعد كده نرجع لكم تاني. ندمج فيها وبعد كده نرجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد ما تم الخلط جامد. بصوا الكريمي ازاي. طبعا انت بتاخدي على حسب الكمية اللي انت عايزاها. تمام. حتة صغيرة. حتة صغيرة على قد الكمية اللي انت عايزاها. بصوا هي طبعا جابت
يعني اي علبة عندك فاضية أنا عندي فاضية. يعني عشان تستخدميها وكده، بتغسليها كويس وبتنضفيها، يعني تحطي فيها المكون. ثانية صغيرة عليهم. صح؟ لا حلوة تمام. وبتحطيها بتحفظي فيها، لو لقيت حسيتيها صغيرة ممكن تحطي في علبة تاني لو عندك علبة تاني. دي صغيرة تمام. شوية. نزل تحتك. ايوه كده. دي كفاية عليها كده، الباقي احط. لا ممكن تحطيه من فرحة وتدوسي جامد، يعني ممكن هيطلع معاكي. ايوه هيطلع معاكي كده ان شاء الله. ايوه كده كويسين كده. تمام. مش ممكن ايوه ممكن تجيبي علبة تاني للباقيين. شوفوا عملنا علبة قد ايه منيها ما شاء الله. بس امسحي دول كده فرحة وساوي ايوه هاتي تعالي هاتيهم هنا. مش شايفين هاتي هنا. بصوا اهي، ادي العلبة اهي. بس امسحي الحواف كده بتاعتها ونضفيها كده كويس. ايوه ثواني اهو، ثواني. طبعا شايفين هي الكمية؟ ظبطنا الدنيا كده ومسحنا البرطمان هنا ده او العلبة يعني. بصوا احنا كده مليناها وعبناها اهي ما شاء الله. بصوا لسه في الكمية. تاني. ولسه في تاني. ولسه المكونات اللي احنا الخامات اللي جبناها اصلا ما استخدمناهاش كلها. يعني بصوا احنا استخدمنا يمكن ربع، يعني لسه باقي الحاجة اللي احنا وريناها لكم. المكونات دي قاعدة معانا لسه زي ما هي تعتبر. بصوا اهي، ده قاعد معانا زي ما هو يعتبر. الفوزلين قاعد معانا زي ما هو، ما خدناش منه مكعب حاجة. المسك بس هو اللي تحتاج. مكعب المسك بس هو اللي خدناه كله. وبعد كده بصوا طلع معانا الكمية ما شاء الله موفرة جدا جدا. ما اقول لكمش يعني. ديكوا شفتوا انتوا الوصفة، وبصوا حاجة سهلة وبسيطة. والريحة ما اقول لكمش والله، الريحة ما اقول لكمش عليها ما شاء الله ما شاء الله عليها. الله اكبر. جربوها بجد وادعوا لنا كده. حاجة كده يعني اقول لكم يعني بجد، يعني ريحة جميلة جدا. خلت الصالة واحنا قاعدين هنا حاجة فواحة كده، كأنك فاتحة فواحة والله. ممكن اوريهم القوام. بصوا القوام بقى، هي هتوريكم القوام. بصوا الكريمة، تعالي جربي شوية كده فرحة. بصوا شايفين؟ ما شاء الله. يعني انت عملتي كده مزيل عرق عملتيه في ممكن بيتك. نحط بصوا صغيرة هنا. هي هتوريكم بقى. بصوا اهو حاجة جميلة بجد. حتة صغيرة خالص. اهو هتاخدي كده بحسب الكمية وتحطي كده اهو. وكمان يوم بيفتح على فكرة، شايفة؟ ايوه صح. صدق يفتح المنطقة فعلا. أيوة والله شايفة الفرق بين دي ايوه صح يفتحها بجد. لا ما شاء الله بجد والله. يعني بصوا جربوا جميلة والله. ريحة جميلة بجد. حتة قد كده اهو. بس أنا أكمل باقي الإيد جموحة. هي فرحة. بصوا هي فرحة يعني حبت الموضوع بتاع المزيل العرق ده بصراحة. جميل يا جماعة جميل. بصوا القوام بتاعه كريمي يعني ما شاء الله. وبيتشرب اهو، يعني الايد شربته وما عملش اي بقع ولا حاجة. ملمس حلو وناعم ما شاء الله. جربوه ما شاء الله يعني. ان شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. شايفين الايد بقت ايه؟ يعني لو حطت الايدين جنب بعض، حط ايدك دي وايدك دي بالفرحة كده جنب بعض، هتلاقي يعني اكيد في اهو. بصوا ممكن ما يبانش في الكاميرا. بصوا الايد اللي اتحطت. بصوا الايد كده مفتحه ازاي عن التانية ما شاء الله. يعني تفتيح يعني كمان. ده اكتشفنا حاجه تاني، تفتيح وريحه. اكتشفناها دلوقتي. تفتيح وريحه كمان. يعني انت عندك مزيل عرق وبيفتح في نفس الوقت. وجميل ريحه كمان. ريحه لا ريحه جميله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب كده. اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب كده. جربوه واكتبوا لنا في التعليقات رايكم ايه ان شاء الله. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس للكل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستنى رايكم في التعليقات ان شاء الله. وادعوا لنا دعوه من القلب كده ان شاء الله. القناه تكبر ان شاء الله بفضل الله وبيكم ان شاء الله. اعملوا لنا لايك لكل وشاهدوا المحتوى ان شاء الله كده. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.